النهاردة جه يوم 25. أمهات كتير بتصعب عليا، بتفكر كتير يوم العيد الصبح هتسرح لبنتها ازاي. حتى الأطفال بتتعب، أطفال كتير بيكون عندها شعر متشابه، بيكون شعر هايش، الأم ما بتبقاش عارفة تتعامل معاه ازاي، تتعامل بالراحة، الشعر مش بيتصرف كويس، تتعامل قوي شعر البنت بيضعف وبينحب والبنت بتتعب. عشان كده بنقولك اطمني، في يايا بيوتي كلينيك عملنالك جلسة لفرض تشابه الشعر للأطفال. هتقومي الصبح تسرحي الشعر بصورة طبيعية جدا، ده غير إنه هيغير شكل الشعر من شعر متشابه لشعر هايش إلى شعر ناعم وشعر طري في نفس الوقت. وده بسبب إن أمهات كتير بتستخدم منتجات كتير ومش عارفة العيب في شعر بنتها ولا في المنتجات أساسا، ولا شعر بنتها مش مناسب للمنتجات دي. فاحنا برضو دورنا هنا في يايا بيوتي كلينيك هنقولك على المنتج والروتين ومجموعة العناية المناسبة اللي هتستخدميها لطفلك بعد جلسة فض التشابك. سيبلنا مشكلة الشعر في الكومنتات، هنرد عليكي بالجلسة المناسبة والميعاد المناسب ليكي. جلسة عليكي وجلسة عليكي.